أن يؤثر على سير العملية. المشكل الأكبر حدث بعد المباراة وسنصل إليه لاحقا إن شاء الله. بعد الدخول إلى الملعب أمور كثيرة أثارت انتباهي في الحقيقة. قبل أن أدخل المدرجات رصدت وجود أعداد كافية من المتاجر، من المرافق الخدمية، متاجر مخصصة لبيع مستلزمات واحتياجات الجماهير مثل المياه وغيرها، وكذلك وجود المرافق الصحية بشكل كاف في محيط أو في تحت المدرجات في المرافق الداخلية. وأيضا وكما شاهدتم ذلك في مقطع نشرته على اليوتيوب، المتاجر المخصصة لبيع الأغراض، الأقمصة، مستلزمات التشجيع متوفرة بشكل كاف في رضاهات هذا الملعب. بعد الدخول إلى الملعب لأول مرة في الحقيقة أنا تفاجأت كثيرا من حجم وضخامة مدرجات هذا الملعب. تعلمون بأننا تابعنا جميعا بمعيتكم أشغال هذا الملعب من أول يوم إلى آخر يوم. في الواقع ما يبدو وما يظهر في الصور، ما نشاهده في المقاطع، لا يعبر في الحقيقة عن الحجم الحقيقي لهذا الملعب. هذا الملعب مهما تم وصفه من خلال الصور فلن يوفيه حقه من حيث حجم وضخامة المدرجات. مدرجات ضخمة جدا، 70,000 متفرج بالنسبة لملعب بدون مضمار لألعاب القوى في الحقيقة ملعب ضخم، خصوصا مقاعد بتلك الجودة وبتلك الأبعاد، فالمشهد ضخم في الحقيقة. أنا ذهلت من حجم هذه المدرجات وذهلت أكثر مما تبدو عليه ألوان المقاعد والممرات والسلالم. اللون الأحمر الذي يبدو في الصور في الحقيقة لا يعبر عن فخامة هذه المقاعد. اللون الحقيقي لهذه المقاعد حينما تراه بالعين المجردة يبدو فخما بشكل مذهل في الحقيقة. لون أحمر اختير بعناية في الحقيقة، وهو من أهم وأجمل الاختيارات التي كان المسؤولون موفقون فيها في الحقيقة. وأيضا بالنسبة للممرات والسلالم سنتحدث عن شكلها، ولكن أتحدث عن لونها. هي في الحقيقة لا تبدو بلون إسمنتي كما يظهر في الصور. في الحقيقة لونها لون ذهبي كطبع عام لأغلب المرافق في الملعب، الحواجز، الممرات الداخلية الخارجية، حتى الساحات الخارجية كلها اتخذت هذا اللون المذهب، وحتى صفائح التغليف الخارجي اتخذت هذا الشكل المذهب. ففي الحقيقة لا أدري إن كان التناسق بين هذا اللون ولون المقاعد هو الذي يعطي ذلك الانطباع السلبي تجاهها، ولكن في الحقيقة لون فاخر. أما شكل السلالم الآن والذي أثيرت حوله النقاشات والملاحظات والانتقادات، وطبعا أنا لم أتحدث عن هذا الموضوع لسبب وحيد، وهو أني كنت أرتب للحضور لهذا الملعب لأحكم انطلاقا من مشاهداتي وليس مشاهدة ما يعرض في الصور. في الحقيقة ملاحظات أغلب المتابعين هي حقيقية وجيهة. شكل السلالم يبدو بذلك الشكل المثلث أو الشبيه بلا توغيفيل كما يقال عنه. هو في الحقيقة لا أدري ما الداعي لاختيار هذا الشكل، رغم أنني أتفهم وأتحدث عن ذلك لأن هناك قواعد وهناك شروط لتصريف الحشود.